المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد يعود إلى بلاده مختتما زيارته إلى أسمر. وزارة التعليم تصدر معلومات إضافية مع بدء التعليم. إصابة 16 مواطنا بفيروس كورونا. مقتل 6 شبان بغارة فرنسية في مالي. الاتحاد الأوروبي يريد تعهدات من تركيا لتعزيز التعاون المشترك. وبايدن يوجه رسائل للداخل والخارج ويتعهد بمنع الصين من قيادة العالم. السلام عليكم ورحمة الله. وصل أسمر يوم 25 من مارس رئيس وزراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد في إطار الزيارات التشاورية المعهودة، وعاد صباح اليوم 26 إلى بلاده، حيث كان في وداعه فخامة الرئيس أفورقي. وتركزت المباحثات في العلاقات الثنائية وبرامج التنمية الاستراتيجية المشتركة، ودون الاقتصار على تفصيل هذه البرامج تناولت المباحثات المعمقة شراكة ثنائية وتطوير التعاون الإقليمي الموسع. وبحث اللقاء الهجمة المفاجئة التي شنت في إطار الحرب المعلنة في الأشهر الخمسة الماضية خلال المسيرة الاستراتيجية المشتركة وتبعاتها من مؤامرة إثارة الأزمات التي اعتبرت كمعوق مؤقت اكتسب منه التجربة لتقوية المسيرة المشتركة. وستستمر لقاءات التشاور في أديس أبابا. وزارة الإعلام 26 مارس 2021. أصدرت وزارة التعليم معلومات إضافية بشأن الإجراءات التي يتوجب على الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والجهات الأخرى اتباعها مع بدء الخدمات التعليمية في البلاد عامة من الأول من إبريل. وتدعو الوزارة جميع المعلمين للتواجد في مدارسهم يوم الاثنين 29 من مارس. وتطالب الوزارة تنفيذ كامل وشامل لتعليمات وزارة الصحة لمكافحة وباء فيروس كورونا لعدم زوال مخاطره. وحول الحل الاستثنائي لخدمات المواصلات يجب القيام بالرقابة الصارمة لتنفيذ كامل لإجراءات مكافحة وباء كورونا، وإن عدم تنفيذ ذلك يتسبب في انتشار الوباء وانتكاسة للخطوات المتخذة. ونبهت وزارة التعليم لاحترام قوانين المرور كاملة للحد من حوادث المرور التي تسببها كثرة الدراجات الهوائية. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 26 من مارس في مراكز العزل في إقليمي شمال البحر الأحمر والقاشبركة إصابة 16 مواطنا بفيروس كورونا. أصيب 14 في إقليم شمال البحر الأحمر، 9 منهم في هميمة، و3 في مصوع، و1 في قندع، و1 في فرو، و2 في أديبرة بإقليم القاشبركة. في غضون ذلك شفي 8 مرضى كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات إقليم شمال البحر الأحمر. بهذا بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 3208 حالة، شفي منها 2970، ووفاة 9 مرضى، فيما لا يزال 229 مصابا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 26 من مارس 2021. عقدت جمعية بودهو سمينار تنويري للمرأة في حقات حول الأمراض التناسلية عامة ومرض الإيدز على وجه الخصوص. وقدم في السمينار الذي عقد في 3 أيام من 21 وحتى 23 من مارس أسباب وأضرار الأمراض خاصة الإيدز وسبل مكافحتها والوقاية منها ورعاية المرضى وغيرها من المواضيع المرتبطة بالمرض. وأوضح المشرفون على السمينار أن الهدف منه تقديم النصح لحماية صحة الشباب
وضمان مستقبلهم. وأكد المدير التنفيذي لإدارة مديرية حقات السيد تخلا هيمانوت موسائيل أهمية توعية المجتمع لدرء الأمراض المعدية وخاصة مرض الإيدز، مشيدا بالمبادرة. وعلم أن سيمينارات مماثلة ستعقد في جميع مديريات إقليم عنسبة. تبرع أعضاء المنتخب الوطني لكرة السلة وأعضاء اتحاد كرة السلة بالدم طواعية بالتوجه إلى بنك الدم في 26 من مارس. وأوضح أعضاء المنتخب اتحاد كرة السلة إن هذه هي المرة الأولى التي يتبرعون بها جماعيا، وسيقومون بمبادرات مماثلة مستقبلا لتنمية محتوى بنك الدم. وقال عضو بنك الدم مساعد التمريض سليمان برهن الدم المتبرع به له دور كبير في إنقاذ الحياة، مشيدا بمبادرة المتبرعين الطوعيين. وأفاد بنك الدم التبرع ب 224 كيس من الدم من 20 وحتى 26 من مارس الجاري. استشهد في 26 من مارس المناضل الرائد إسياس يوهنس عضو مركز الخدمات الفنية العامة عن عمر بلغ 75 عاما. التحق المناضل إسياس بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر يناير من عام 1975، وخدم قبل الاستقلال في القوات المقاتلة وجهاز الاقتصاد، وبعد الاستقلال في القوات الجوية ولوجستيك وزارة الدفاع ومركز الخدمات الفنية العامة بمختلف مستويات المسؤولية. المناضل الرائد إسياس يوهنس رب أسرة وأب لابن واحد، وقد وري جثمانه الثرى ظهر اليوم 26 من مارس بمقبرة الشهداء بأسمرة. ويعرب مركز الخدمات الفنية العامة في وزارة الدفاع عن بالغ حزنه لاستشهاد المناضل الرائد إسياس يوهنس، ويقدم تعازيه لأسرته ورفاقه وزملاء العمل. نتوقف سادتي مع فاصل قصير وأعود لمواصلة الأخبار. قتل 6 شبان في شمال شرقي مالي في غارة جوية شنتها قوة برخان الفرنسية، التي أكدت أنها استهدفت جهاديين، في حين قال أعيان محليون إن القتلى هم مجرد شبان عاديون. وهذه هي المرة الثانية خلال بضعة أشهر التي تؤدي فيها غارة جوية فرنسية إلى سقوط قتلى يؤكد الجيش الفرنسي أنهم جهاديون، بينما يقول أعيان محليون إنهم مدنيون. وقال محمد الصالح أحمد رئيس بلدية تالاتاي الواقعة بين مدينتي غاو وميناكا لوكالة فرانس بريس إن القتلى هم 6 من شبان البلدة قتلوا في غارة جوية. بالمقابل نشرت قوة برخان الفرنسية لمكافحة الجهاديين بيانا أوردت فيه رواية مختلفة تماما لما بدا أنه الحدث نفسه، إذ إن البيان تحدث عن تنفيذ غارة جوية في نفس الزمان والمكان. وأجرت بعثة الأمم المتحدة في مالي تحقيقا في تلك الغارة، لكنها لم تنشر نتيجته بعد. طلب الاتحاد الأوروبي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهدات بحسن النية من أجل تعزيز العلاقات الصعبة بينهما. وجاء في بيان صدر عن زعماء الاتحاد الأوروبي خلال عقدهم قمة افتراضية إن الاتحاد الأوروبي على استعداد للتعامل مع تركيا بنهج تدريجي ومتناسب من أجل تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، واتخاذ المزيد من القرارات خلال اجتماع المجلس الأوروبي في يونيو شرط الاستمرار في وقف التصعيد. ولفت بوريل إلى حدوث تطورات إيجابية وأخرى سلبية في الفترة الأخيرة من الجانب التركي على حد قوله، موضحا في الوقت نفسه إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتابع عن كثب مواقف تركيا حتى الصيف. ويرى بوريل إنه على الرغم من خفض التوتر شرقي المتوسط بين تركيا واليونان، إلا أن الوضع لا يزال هشا. ورحبت تركيا بجهود وبيانات الاتحاد الأوروبي الهادفة لتعزيز المناخ الإيجابي الذي تبدى مؤخرا بين أنقرة والتكتل، لكنها رفضت انتقادات بشأن عملياتها في شرق البحر المتوسط بعد تصاعد التوتر في المنطقة بسبب خلاف مع اليونان عضو الاتحاد.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه الرئاسة إنه لا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024، كما تحدث عن منافسة بكين لبلاده، وتعهد بأن لا تصبح الصين الدولة الأولى في العالم ما دام في البيت الأبيض. وتحدث بايدن خلال المؤتمر الصحفي الذي جاء بعد 65 يوما من تنصيبه عن تفاصيل ما حققه في تلك الفترة، وأكد أن معدلات البطالة تراجعت للمرة الأولى إلى ما كانت عليه قبل بدء الجائحة كورونا. وفي الملفات الخارجية وجه بايدن انتقادا ضمنيا إلى روسيا والصين معا، ورأى أن هناك تنافسا شديدا بين الولايات المتحدة والصين، قائلا إن الأخيرة تسعى لتكون الدولة الأولى في العالم من حيث القوة والنفوذ، وتعهد بأن لا يحدث ذلك ما دام في البيت الأبيض. وصرح بأنه سيتواصل مع رؤساء 27 دولة للتنسيق بشأن الخطوات المقبلة تجاه بكين. وأوضح الرئيس الأمريكي أنه لا ينوي إبقاء القوات الأمريكية في أفغانستان طويلا، كما أنه لا يتصور بقاء القوات في أفغانستان العام المقبل، لكنه أشار إلى صعوبة الوفاء بموعد انسحاب القوات من أفغانستان لأسباب تكتيكية. تعطل سفينة نقل الحاويات إيفر جيفن الضخمة العالقة في قناة السويس بضائع تقدر قيمتها بنحو 9.6 مليار دولار كل يوم بحسب بيانات الشحن، ويعادل هذا 400 مليون دولار من التبادل التجاري في الساعة على طول الممر المائي الذي يعد معبرا حيويا بين الشرق والغرب. وبحسب بيانات تقدر حركة المرور المتجهة غربا عبر القناة بحوالي 5.1 مليار دولار، وحركة المرور المتجهة شرقا بحوالي 4.5 مليار دولار. ويقول الخبراء إنه على الرغم من الجهود المبذولة لتخليص السفينة، إلا أن الأمر قد يستغرق أسابيع، تسبب إغلاقها لقناة السويس في تعطيل العديد من السفن الأخرى التي تحاول عبور القناة. وتعد القناة التي تفصل إفريقيا عن الشرق الأوسط وآسيا واحدة من أكثر طرق التجارة ازدحاما في العالم، إذ يمر عبرها حوالي 12% من إجمالي التجارة العالمية. سيداتي سادتي، انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.